بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة والطالبات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنحل مع بعض تدريبات على درس أسلوب المدح والذم. التدريب الأول بيقول: امدح ما يلي بأسلوبي المدح. الصدق. طبعا يا شباب أحب أذكركم إن أنا عندي أسلوبين في المدح، نعمة وحبذا. لما يطلب مني استخدم الاسلوبين لازم اتبع الخطوات اللي احنا درسناها في المدح باسلوب المدح بنعمة وبحبذا. فكروا شوية. حد وصل للإجابة؟ طب تعالوا نشوف الإجابة مع بعض. لو استخدمت نعمة هقول: نعمة الخلق الصدق، زي ما احنا فاكرين ان نعمة ده فعل المدح والخلق فاعل المدح والصدق المخصوص بالمدح. ولو استخدمت اسلوب حبذا هقول: حبذا الصدق. حبذا دي عندي مكونة من جزئين: حبة وهو فعل المدح، وذا وهو فاعل المدح، والصدق وده المخصوص بالمدح. طب تعالوا نشوف التدريب اللي بعده. ذم ما يلي باسلوبي الذم. الكذب. زي ما خدت ان في اسلوبين مدح خدت ان في اسلوبين ذم. خدت في المدح نعمة وحبذا، وخدت في الذم بئس ولا حبذا. لو فكرنا بشكل منظم هنقدر نعرف الإجابة بسرعة. خدتوا وقتكم في التفكير؟ تعالوا نشوف الإجابة. الشكل الأول في أسلوب الذم اللي هو بئس، أقول: بئس الخلق الكذب. طبعا بئس فعل الذم، والخلق فاعل الذم، والكذب هو المخصوص بالذم. والشكل الثاني: لا حبذا الكذب. طبعا زي ما احنا عارفين ان حبة ده فعل الذم، وذا اسم الإشارة المتصل ده فاعل الذم، والكذب هو المخصوص بالذم. وبكده نكون انتهينا من حل التدريبات. أسأل المولى عز وجل أن ينفعني وإياكم بما علمنا، وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم. كان معاكم أستاذ هيثم المصري. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة والطالبات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنحل مع بعض تدريبات على درس البدل. تدريب بيقول: عين البدل فيما يأتي وأعربه. الجملة الأولى: قرأت عن الفاروق عمر كثيرا. الجملة الثانية: تحطمت الطائرة ذيلها. الجملة الثالثة: رأيت المتحف نظافته. الجملة الرابعة: هؤلاء الطلاب أذكياء. الجملة الخامسة: بعث الله الرسول محمدا بالحق. نفكر مع بعض شوية ونتذكر أنواع البدل: البدل المطابق، وبدل البعض من الكل، وبدل الاشتمال. نتذكر عشان نقدر نستخرج البدل بشكل صحيح ونعربه. فكر شوية. طيب تعالوا نشوف مع بعض الإجابات السليمة. الجملة الأولى: قرأت عن الفاروق عمر كثيرا. هلاقي إن كلمة عمر دي بدل مطابق من كلمة الفاروق. ليه؟ لأن كلمة الفاروق دي لقب، وكلمة عمر ده اسم علم جاي بعد لقب، فده يكون بدل مطابق. وطبعا هو مجرور لأن قبل اللقب في حرف الجر، وانتوا عارفين إن البدل بياخد حركة المبدل منه، فعلى هذا تكون كلمة عمر بدل مطابق مجرور وعلامة جره الكسر. الجملة الثانية: تحطمت الطائرة ذيلها. ذيلها هنا ده جزء من كلمة الطائرة، ده جزء منها، يعني حاجة بنقدر نفصلها عنها، فده هو البدل، ده بدل بعض من الكل. وطبعا لأن كلمة الطائرة فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، فعلى هذا يكون البدل بدل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. الجملة الثالثة: رأيت المتحف نظافته. هلاقي ان كلمة نظافته ده بدل اشتمال، لأن النظافة دي حاجة بيشتمل عليها المتحف، هي جزء منه لكن جزء معنوي مش جزء مادي. ده اللي بيفرق بدل البعض من الكل عن بدل الاشتمال. وطبعا لأن كلمة المتحف مفعول به منصوب، فألاقي إن البدل بتاعه واخد نفس الحركة الإعرابية، فتكون كلمة نظافته بدل اشتمال منصوب وعلامة نصبه الفتحة. الجملة الرابعة: هؤلاء الطلاب أذكياء.
هلاقي ان كلمة الطلاب ده اسم معرف بال جه بعد اسم الاشارة، ودي من اشهر حالات البدل المطابق، وطبعا هيكون بدل مطابق مرفوع وعلامة رفعه الضمة، لان المبدل منه اللي هو اسم الاشارة طبعا هنا في محل رفع مبتدأ. الجملة الخامسة والأخيرة: بعث الله الرسول محمدا بالحق عليه الصلاة والسلام. هلاقي ان كلمة محمدا ده بدل مطابق. طب ليه بدل مطابق؟ لانه جاي بعد المبدل منه اللي هو كلمة الرسول، ودي وظيفة، فطبعا ده بدل مطابق منصوب وعلامة نصبه الفتحة. وبكده نكون انتهينا من حل التدريبات. أسأل الله أن ينفعنا بما علمنا وإياكم، وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم. كان معاكم أستاذ هيثم المصري.